زيارة على الشام وبيدخل على مطعم وبيطلب رغيف خبز بالمطعم، بياكل نص الرغيف وبيطلع من المطعم. كرر الموضوع على مدة 4 أيام، كل يوم يجي على المطعم ياكل نص رغيف ويترك نص ويسحب حاله ويمشي. هون صاحب المطعم الشامي استغرب، هذا الرجال شو قاعد يعمل؟ ليش قاعد ياكل نص الرغيف وبيتقصد يخلي نص الرغيف على الطاولة؟ والله بكره إذا بيجي غير أسأله وأشوف شو مغزى هالرغيف اللي ما بياكله كلياته، ليش بيخلي نص الرغيف؟ والله باليوم اللي بعده بس إجا هذا العراقي على المطعم الشامي، دخل وأكل. قبل ما يطلع إجا صاحب المطعم الشامي قال والله غير أروح أسأله، راح لعنده وسلم عليه. بعد ما قال له السلام عليكم قال له بدي أعرف ليش بتخلي نص رغيف الخبز وما بتاكله كامل، بتدشره على الطاولة وبتمشي. انت من وين طيب؟ قال له انا من العراق ومن بغداد بالتحديد، ودرت كل بلدان العالم وما شفت بلد اللي بيحفظ الخبز والملح، واني باكل نص الرغيف وما لقيتش حدا يستاهل انه ياكل نص الرغيف الثاني. لما سمع كلامه هذا الشامي قال له معناته انت اليوم معزوم عندي على الغداء بالبيت. اخذه معاه وراح على البيت. الشامي كان قاعد عايش مع امه وعايش مع بنت عمه اللي ابوها متوفي، وكان يحبها بشكل جنوني وكان على وشك زواج. والله العراقي دخل معاهم على البيت، عرفوا على امه وعرفوا على بنت عمه المتوفي. لما شاف البنت عجبته كثير مثل يلي انفتن فيها. المهم بعد ما اكلوا وخلصوا اجى العراقي طلب من الشامي طلب، قال له بستحلفك بالخبز والملح يلي بيناتنا اني اطلبك طلب وما تردني خايب. اجى الشامي قال له ابشر، اذا طلبك بقدر انفذه والله ما راح اخجلك. اجى العراقي شو قال له؟ أني بطلب إيد بنت عمك للزواج على سنة الله ورسوله وبتمنى ما تفشل طلبي. هون الشامي انحط تحت الأمر الواقع، والبنت بيحبها وكان ناوي يتزوج منها. هون مشان ما يفشل حاله قال له ابشر، هي اجتك. مباشرة أسبوع وعملوا الخطبة وتزوجها وأخذها معاه وين على بغداد. بعد